تعالي بقى اقول لك على الفطيره اللي انا عاملاها النهارده. الفطير دي من غير دقيق، من غير عجن، من غير خبز، من غير جلاش، ومن غير اي حاجه خالص. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك تعالي اما اقول لك ازاي. احلى فطيره ممكن تعمليها وانجح فطيره وطريقه مضمونه جدا. هتطلعي الفطير اللي انت شايفاه كده مش هياخد منك 10 دقايق بالظبط. وكمان بصوا الشكل عامل ازاي، بجد تحفه جدا. لايك بقى وشير للفيديو، وتعالوا نبدا الوصفه. بما اني النهارده اول فيديو ليا في القناه، فما تنسوش تعملوا لي لايك بقى حلو كده زيكم، وكمان متابعه للقناه بتاعتي. وتعالوا بينا نبدا الوصفه على طول. بس قبل ما ابدا الوصفه، عايزه اشكر مستر عاطف الذهبي شكر كبير جدا جدا من القلب على وقفته معايا. بجد ألف شكر لك يا مستر عاطف. إنسان محترم بجد. أنا ما شفتش حد في أخلاقك العالية ووقفتك معايا، وشكرا ألف شكر لحضرتك. أول حاجة بقى هجيب كده طاسة أسخنها الأول تسخين كويس. لازم الطاسة تبقى سخنة كويس قبل ما أنزل بالفراخ. عندي بقى هنا نص كيلو فراخ، ربع كيلو، ممكن صدر فرخة واحد، قطعتين بانيه، أي حاجة على حسب الكمية اللي أنت هتعمليها في الفطير بتاعك. الفراخ بقى ممكن كمان تعملي بحاجات تانية، حشوة تانية غير الفراخ. يعني ممكن نشيل الفراخ خالص ونحط لانشون، نحط اي حاجه موجوده عندنا. هحط بقى الفراخ تاخد تشويحه كده، واول ما تبتدي تلون كده بنزل ببصلايه حلوه، وبحط بقى ايه التوابل بتاعتي. ملح وفلفل وبابريكا وشويه توم باودر وشويه بصل باودر. ونقلب بقى تقليبه حلوه كده. وفي نفس الوقت ده بقى أنا نزلت طبعا ببصلايه على الفراخ. هحط انا كده كنت ناسيه الملح، فنزلت بالملح بتاعي، وهقلب تقليبه بقى حلوه. واهم حاجه بقى تكوني النار عاليه، ما تكونش نار هاديه، عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. عندي بقى انا هنا ايه فلفل الوان، اصفر واخضر واحمر. وممكن بقى تحطي فلفل رومي بس اخضر بس عادي، ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني المتاح عندنا هنشتغل بيه. اي فلفلايه من هنا على من هنا كده، ونقطعهم بالطريقه دي، وننزل بيهم مكعبات صغيره كده زي تقطيعه الفراخ. طبعا زي ما قلت لك ممكن تستغني خالص عن الفراخ والخطوة دي كلها، ونعمل الفلفل مع، لو عندك لانشون، لو عندك جبنة رومي، أي حاجة من دي. ممكن تستغني عن الفراخ خالص. هنقلب بقى تقليبة حلوة كده. وبعد ما خدت تسوية كده بسيطة، أنا مش بسويها قوي قوي يعني، لأن لسه كده كده هتخش الفرن. هجيب بقى هنا بقى إيه بضاية، معلقة كوباية لبن. وهنكسر البيضاية في كوباية اللبن. وهحط بقى ايه شوية فلفل اسود وشوية ملح، شوية زيت، شوية بهارات فراخ. وهنزل بقى ايه، هنا كانت نسيت الملح حطيته. هقلب بقى تقليبه حلوه كده كلهم على بعضيهم. وما انساش طبعا حبه الزيت اللي احنا حطيناهم. حطينا ايه يعني بتاع 3 4 معالق زيت كده. وهجيب بقى الصينيه بتاعتي وهدهنها دهنه كويسه. اهم حاجه تدهنيها دهنه حلوه علشان ما تلزقش فيها. وده بقى بطل الحلقه بتاعتنا، العيش السوري او عيش التورتيلا، اي حاجه. انا هنا جايبه عيش سوري. هنا بقى العيش كان كبير، فاول واحده بحطها بنزلها من كل الاطراف كده، بصوا بخليها نازله كده من كل الاطراف. التانيين بقى هقطعهم. انا هنا الصينيه بتاعتي صغيره، فهجيب بقى ايه الورق بتاعي هقطعه على قد الصينيه من النص. لكن اول واحده انا حطاها كبيره، لكن التانيين هقطع الحروف بتاعتهم وهنشوفهم دلوقتي مع بعض. هاجي بقى هنا اول ما نزلت بالفراخ بتاعتي، هجيب التشريبه اللي انا عملتها اللي هي اللبن والبيض والتوابل. هنزل بقى اشرب الرقاق بتاعي ده، الورق بتاعي، الفطيره بتاعتي قصدي. هنشرب الفطيره بتاعتنا. ودي الحروف اللي انا قطعتها من العيش. باخد الحروف كده وبحطها في النص، بتعمل لي طبقه تانية. يعني بدل ما استهلك كتير، لا هي عملت لي طبقه تانية. احط بقى الطبقه دي كده، وممكن كده اقفلها وتبقى فطيره واحده. يعني ممكن اقفل على كده وادخلها الفرن وهتبقى فطيره. بس انا عملتها يعني كبيره، يعني عليتها شويه. فهحط بقى الطبقه التانية. بصوا هنا بقى كان الورق كبير فقطعته برضو تاني اهو. زي ما انتوا شايفين كده، ابص بقطعه كده. وباخد بقى اللي بيطلع ده بعمله طبقه تانية، يعني كمان وفر لي كمان كتير. فطبعا ممكن الكميه دي تطلع معاكي 3 فطاير كبار كده. مش عايزه اقول لك توفير بجد، وحلوه جدا جدا يعني. احط بقى كده. ودي اخر حاجه معانا يعني. وكل طبقة أو طبقة بحط التشريبة. كل ما بحط طبقة بحط التشريبة. أنا هنا بقى كنت نسيت أحط في الطبقات اللي تحت الجبنة، فهرجع إن أنا إيه أنزل الجبنة كده من تحت كده. ممكن طبعا تستغني عنها خالص وما تحطش الجبن خالص. أهم حاجة بقى التشريبة. بقعد أسقي الورق بتاعي كده لحد ما إيه يتشرب كله كده ويبقى حلو. هاجي بقى دي آخر واحدة هتنيها كده لجوه. مش هخلي بقى الحروف إيه، أهم حاجة عشان الحشوة ما تطلعش مني وأنا بقطعها تبقى عاملة زي الفطيرة اللي بنجيبها من بره كده، الجاهزة الحلوة دي. يعني دي بتغنيكي بقى عن البيتزا، وعن تعجيني وتفردي وتعملي كل حاجة. هنا بقى انا خدت الورق اللي كان متقطع، بصوا مش هرمي حاجة خالص. وعملته برضو الطبقة اللي فوق كده، قفلت بيها عشان يبقى شكل الفطيرة حلوة لما اطلعها من الفرن. قفلتها كده وخلاص كده خلصتها. انا هنا بقى كنت مشغلة الفرن قبليها بشوية. طبعا بفردها فردة حلوة كده عشان تطلع معايا كويسة، يعني شكلها في الاخر حلو.
هاجي بقى التشريبه بقى اللي فضلت عندي هنزل بيها كده كلها. طبعا عندي الورق تاني بتاع العيش السوري يعمل لي يعني فطيرتين تاني. هاجي بقى هنا حبه جبنه كده من على الوش كده عشان تديني لون حلو كده لما اطلعها من الفرن. وبرده بقيه التشريبه هحطهم مش هسيبهم، وهكون بقى مشغله الفرن وهندخلها ونشوفها دلوقتي. بصي بقى الحلاوه والجمال لما طلعت من الفرن عامله ازاي بجد، ولا احلى ولا اروع من كده. هنقلبها بقى ونشوفها مع بعض كده. فطيره كده تعتبر عملناها ما فيش ثواني. بصوا ولا بقى عملنا عجينه ولا عملنا دقيق ولا فردنا ولا عجنا ولا اي حاجه، وكمان في منتهى الجمال، وكمان احلى من الجلاش كمان لو عملتيها وجربتيها بالعيش دوت فعلا مشبعه جدا وطعمها في منتهى الجمال. تعالوا بقى لما نقطعها كده واوريها لكم من جوه عامله ازاي، بجد اكنك عامله بيتزا من يعني بس بيتزا فخمه يعني. بصي جمالها فعلا طريه كده من جوه ومن بره كده حلوه قوي. بصوا الجبنه من جوه والفراخ، وزي ما قلت لك بقى ممكن تعمليها باي حشوات انت بتحبيها. طبعا انا عملت الكميه دي وكمان عملت سندوتشات تاني معاها من نفس العيش. هوريهولكوا. بصوا اهو عملت كام سندوتش كده معاها، فعايزه اقول لكم عملت معايا كميه كبيره. بصوا يعني ده اللفه دي ب25 جنيه، وكان عندك صدر فرخه هعمل بيه، يعني عملت كميه حلوه وغدا حلو ما شاء الله يكفي كده اسره كده حلوه. طبعا بقى ممكن تحطي كاتشب على الوش، تحطي مايونيز، اي حاجه كده تدلعي نفسك، هتلاقي الاكله بتاعتك حلوه قوي. اتمنى بقى اللي مش مشترك عندي في القناه يشترك. انا قناتي طبعا مش عايزه اقول لكم ان كان عندي قناه كبيره والحمد لله راحت لحالها، يعني ضحك عليا وراحت لحالها. ودي قناتي اول مره بعملها اهو، واتمنى ان هي بقى تعجبكم وتبقى زي التانية ان شاء الله، تكون احسن من التانية. وكمان مره عايزه اشكر مستر عاطف الدهبي على وقفته معايا في كل المرحله، يعني حاول يرجع لي قناتي. الحمد لله ما كانش ليا نصيب، واشكره على وقفته معايا في قناتي دي. والف شكر لك يا مستر عاطف، واللي مش مشترك عندي بقى يشترك.